ان انا اناشد ست الحبايب يا حبيبه، مش كل ما واحده تتجوز تفكريني ان اللي قدي فتحوا بيوت وان اللي قدي معاهم عيال، مع الجمله الشهيره ان انا بتبطر ما تخلينيش نتكلم السوق مضروب. بعدين يا ست الكل انا في ازمه وجوديه حاليا، سيبوني اعالجها الاول وبعد كده نشوف القرارات المهمه اللي انتوا عايزين ناخدها دي. بعدين هو فيها يعني لما اتجوزتش هو انتوا هتلموا الورق؟ هو امتحان يعني؟ هو وقت تارجت لازم احققه؟ لو ما اتجوزتش مش هتجوز بعدين؟ ما هو يعني هيجي وقته. ما تحسسنيش انتوا بتلموا الورق دلوقتي، ما تحسسوش احساس الامتحان اللي بلاقي الناس طالعه في نص الوقت فبحس ان انا اتاخرت. وبعدين الموضوع التاني بقى، بما ان احنا خلاص فتحنا قلبنا لبعض، فموضوع تاني حايز في نفسيتي. انا بدور الله على شغل، مش كل ما تشوفوا وشي تفكروني بتدوير على شغل. انتوا اللي ولدتوني في زمن متطلباته كتير، وان انا مش ابسط حاجه ان انا خلاص اتخرجت هلاقي الشغل، لا في حاجات تانية ولازم مع ان انا اسعى وراها عشان الاقي شغل اصلا. يعني في خطوات اخدها عشان اصلا ان انا الاقي الشغل نفسه، فده مش ذنبي، انتوا اللي خلفتوني في الزمن ده، فما تضغطوش عليا برضه. نسيبنا من حياتي الشخصيه اللي هتضرب عليها على الكلام اللي انا قلته ده كله، ونرجع لمصطلح ازمه ربع العمر.